هن أمهات ذقن من المر علقمة، فالاحتلال قطع عليهن الزمن بينهن وبين أبنائهن، فلم يبحن لأحد بالقهر، لأنهن أمهات مقدسيات يمثلن حكاية 510 أسير في سجون الاحتلال من القدس المحتلة. أول مرة بقى عمر 15 سنة أخذوه على السنة، ونزل صار 18 سنة أخذوه هلكت إلى 15 سنة بالسجن. بشهر 2/6/2 بطبق 15 سنة. صار معي عيا، يعني صار معي القلب، صار معي سكر، صار معي انتهت منه عشانه. شو بدي احكي لك انا ما حدا سوى مأثر علي الا هو. انا اولادي الاربعه يعني دخلوا السجن، مش واحد واثنين. غير تكسر، غير ما خلوا اشي، غير التحقيق معنا نقعد للساعة 3 الصبح بالتحقيق، ما كل ساعة يجي ياخذونا. أنا 4 مرات أخذوني على التحقيق. يسألوا أولادك وكل أنت اللي بتعطيهم، يعني حجر يرموا، أنت زي أولادك يعني بتخافيش؟ قلت له لا بخافش، ليش أخاف يعني زيك يعني عشان الفرد معه. إلا هو بقول لي اسكت، قلت له بسكتش يعني، لو كل أخويا سكتها كان لا يوم أولادها الثلاثة بالسجن شو تسكت يعني. مرمرونا ما خلوا، بعدش كل شهر مدة بنشوف أمر الهدم عنا، لا مخلينا نصلي ولا مخلينا نعمل إشي. شو يعني شو بدنا نسوي؟ اللي حطينا إشي ما بنشوفهم إلا باب الدار عنا. شو هذا حياة يعني؟ ما يعني أنا عانيت شي كثير مش نتفهم. لما أخذوه بقى عمره 23 سنة، وموسى الله سيدنا محمد حكموه 17 سنة، والسنة الجاية إن شاء الله ربنا يفرج عتشل الأسرى يا رب. بشهر 2 بيطلع بيطبق 15 سنة، لأن لما قدمنا للمحكمة العليا نزلوا له من 17 سنتين. وشهر 2 إن شاء الله بيطلع، وربي يهونها عليهم كلهم يا رب. يعني كثير طيب حنون، ما كان منيح، يعني منيح معي كثير رغم اللي عن الظروف اللي مرناها، بس ما شاء الله عنا يعني بكى كثير حنون. بس بكاش حدا يعني حدا مثلا إذا يشوفوه لما بده يعصب بحب بكى الواحد ينك شيء مشان يعصبه، مشان شوية بعصب. قد ما هو بكى رايق قد ما بكى يوم حدا إذا لا يعصب. يعني كل تصرفاته بكت من هو صغير، معاملته مع أهله مع أخوته، بس يعني حتى خواته، يعني مش عندي 3 أولاد عندي اللي بحبينا أزود، لأنه بتقول يعني هو منا بحسه إنه زي أبونا بنحسه. أول عتفتي يعني يوم بدنا نطلع من دارنا بنطلع على 5:45، بنصير عند الصليب، نطلع الصليب على 6:30 على ساعة والبساط، بدنا نقعد 3 ساعات يعني في الطريق روحة، منزورش ساعة إلا ربع يعني مندخلة، غير
التفتيش غير العجم، يعني بعجي عليه التفتيش، اطلع زمرت بدك تطلعي هذا واعبري، يعني غلبة منيح، يعني نتغلب معه. وعلى ساعة إلا ربع نزورهم، ما بنلحق نحكي معهم إنهم مسكرين. برجع بقعد يجي أسبوع وأنا معيانة، أسبوع وأنا قاعدة عيانة، يعني مش قليل 3 ساعات تروح و3 ساعات تجينا. يعني أمل إن عليه إنه بضل بتصور لي في إن صورته في وجهي بتضل. أنا مش نسيم المرة، يعني ببقى قاعد لحالي ما بشوف إلا دموع لحالي. يعني شو شاب هالكيت عمره نزل بال 34 سنة، شو صغير. شو بدي أستنى أخرى ضل 11 سنة، أنا ضامن حالي أعيش ل 11 سنة. والله بقى يعني أنا عايز في رمضان ما زرتش لأني بتعب. الزيارة اللي فاتت كانت زيارته، بس قبل رمضان بيوم زرته وحرج علي إني أجيش. أنا عندي مثلا بصير بهبط ضغطي وبتعب. قلت له لا يما، لا بدي اجي عشان لا نحط لك الدخان. قال لا، لو كل اقسم بالله العظيم اذا بتيجي ما بطلع على الزيارة. وكل يما احنا هون يعني بدون احنا محشورين الشوب، شي بدكم تيجوا وانتم صايمين. عاد هي يوم بكره مش راح اروح. واي سجن؟ سجن جلبوع. لأن يعني بخص رمضان الواحد يعني كثير وهناك نار الدنيا. عاد هي بترك وزيت والله ما رحت. شفت صوري لما أنا عبروني عنده، يعني أنا شو بدي أقول لك، أنا نسيت حالي لما عبطت أشوفه شفت شعور الأم لما سنين ما بروح عند ابنها وتشوفه تعبت. أنا نسيت حالي لما عبروني عنده وعبطت، صار الشرطي يسحب فيا وأنا مكركت فيه بديش أطلع من عنده. أنا حابب إن أبقى مبني لو قاعد وجوزه، يعني أول ما يطلع ما أخليش يقعد شهر، لا أبغى جوزه وخليه عريس ويقعد إن شاء الله. أنا لسه أزود إشي حاسة السنة هذه، يعني يصير بكل يعني هيك بدي أطلع. يعني هو إنه بدي أحكي له إنه يعني ينبسط إنه حكيت وسمع صوتي. أنا مشتاقة كثير يعني. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بدي أجيزة. ابني ب26 6 الشهر هذا طبق 38، طبقت 38 سنة بالسجن. بدي أتجوزه بكل يوم معنا إن شاء الله. الحمد لله بدي أتجوز بإذن الله. لو كل لا يما أنا لما أطلع ولا مرة بقول لا شو، لا بكل لا يما أنا بشوف الحياة، أشوف حياتي برا، أشوف الناس اللي لما سجنت اللي بكوا هالكذا الحين مع حمولاتي كله اللي أنا بدي أشم حياتي،
شوف الناس هم تغيروا، كل الدنيا تغيرت. دعيت لكل الأسرى ولكل المساجين، ربي يفرج عنهم، فرج همهم يا رب يا الله. فرح كل الأم في ابنها، والله ازدعيت من قلبي للمحكومين واللي بدهم يطلعوا واللي محكومين مؤبد، ربي يفرج همهم يا رب يا رب وجاه شرار فضيل. الله يحن عليه ويفرج عنا يعني، الله يسعده ويسعدهم يا ويفرج عن جميع المساجين، مش بس هو، كلهم اخوتنا واولادنا. انا بتمنى لكل المساجين يعني الله يفرج عنهم، وان شاء الله الفرج قريب. هي حكاية مؤلمة وواقعية تمارس من قبل حكومة الصهيونية تجاه 7,000 معتقل فلسطيني لأنهم أصحاب الحق والأرض فقط ويعملون من أجل استردادها. آية بركات لمؤسسة إيليا، القدس المحتلة.